السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الورد والفل والعسل. النهاردة حبيت اعمل فطار كده في البيت كله. عملت شوية طعمية، كان عندي عجينة في الفريزر طلعتها. حابة اقولك بقى نصيحة كده، الطعمية لما تيجي تحطيها ما تقلبيهاش خالص على الوش التاني الا لما تتحمر كويس، لانك لو جيتي تقلبيها هتلاقيها بتلزق كده معاكي. لازم تكون متحمرة كويس قوي، عشان خاطر هي في الاول وفي الاخر عجينة ما تقومش كلها متفرفتة كده ومهرية في الزيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اول حاجه بنعملها في يومنا كده الصبحيه بعد ما طبعا نتوضى ونصلي ونغسل بقى وشنا، بنخش على الفطار، بنفطر فطار متين. عايزه اقول لكم الطعميه في البيت بقى جميله جميله ومقرمشه كده ومخرفشه وبجد تحفه، وما بتاخدش وقت خالص كمان في البيت، بالعكس يعني. هنا بقى كنت عندي طماطم مقطعاه شرايح وخيار، وكمان عندي فلفل كنت محمراه وبتنجان من امبارح فطلعته، وابو سيف بس اللي جابه لنا زياده، جاب لنا الحلاوه والجبنه. فطرنا بقى فطار حلو. بعدها قالوا لنا عايزين ايه يا ماما، ايه عملنا حاجه حلوه كده تدفينا، الجو برد النهارده جدا. كان عندي شويه غله من رمضان اللي فات، نقعتهم كده في الميه، وبعد كده دخلت بقى سلقتهم على النار. خدوا معايا حوالي نص ساعه، لان طبعا نقعتهم 24 ساعه. بعد النقع بقى يا جماعه بتلاقيها خلاص بتستوي اصلا في ربع ساعه او نص ساعه بالكتير. هي كده استوت معايا، خدت على النار بالظبط نص ساعه واستوت معايا. مجهزه بقى اللبن، عندي لبن بلدي بالقشطه كده، سخنته، وبعدين هحط بقى البليله بتاعتي في الكوبايات او في البوله بتاعه الشوربه. اي نعم البوله بتاعه الشوربه دي الايد بتاعتها اتكسرت، بس شغاله برده حلوه يعني، ولادي كسروا لي الايد. فحطيت شويه سكر كده على حسب بقى رغبتنا كلنا. انا بحب السكر يكون زياده شويه، الولاد بتحب السكر خفيف. وبعد الفطار كده شربناها علشان خاطر تدفينا. ونشوف بقى اللي ورانا في البيت. بصوا النهارده ورانا شويه حاجات كده هنعملها. لو انتي اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس اللي تحت الفيديو، هتلاقي عندك زرار احمر اضغطي عليه، يبقى انت كده نورتيني واشتركتي معايا في القناه وانضميتي العيله بتاعتي. بعد كده بقى فعلي الجرس عشان يوصلك كل الجديد بتاعنا ان شاء الله. بصوا هنا انا كنت بادئه اغسل اللحاف بتاع الاطفال، الولاد موسخينه ومبقعينه يعني، في بقع كتير وكده. فنقعته بقى يا جماعه في شويه ميه بالكلوريكس الالوان وفانيش، نقعته يعني نقع حلو عشان ينضف، وحطيت عليه مسحوق. بصوا هنا بقى اخترعت حاجه كده علشان اصفي عليها الحاجات واشطفها. انا كان عندي التربو كنت بغسله، بعد ما غسلته ونضفته سبته بقى كده في المكان. قلت هصفي عليه الحاجه، لان الحوض عندي اتكسر، ممكن في ثانيه يقع. الحوض عندي نازل لتحت كده يا جماعه، فممكن في ثانيه يقوم فاكك واقع، فربنا يسترها. ما رضيتش احمل عليه اي حاجه. وكنت كمان غاسله شويه هدوم على ايدي يعني يا جماعه، فهشطفها برده كده معاكم. انتوا عارفين لسه ان انا ما صلحتش الغساله، ربنا يسهل ان شاء الله واصلحها. الحركه مخليه الواحد متدفي بصراحه. هنا انا غسلت بقى اللحاف بتاع الاطفال، كل يوم هغسل لحاف من الحفه اللي عندي، لان الولاد زي ما قلت لكم مبقعين الحاجه وكده، وزين كل شويه يوقع لي بقى ميه، يوقع عصير، يوقع لبن. فانا لازم كل شويه اخد بالي بقى من الحاجات دي. ما بحبش ان الحاجه تكون متبقعه او متوسخه قدامي وكده. ان شاء الله برضو ناويه ان انا اشتري كفرات للحفه دي. في كفرات كده لقيتها موجوده بتحافظ على اللحاف وجميله قوي، بدل ما اغسل اللحاف كله اغسل الكفر وبس. فان شاء الله هشوف هي بكام وهشتريها. دي السجاده التانية اللي كانت في الطرقه اللي وريتها لكم انها مش نظيفه، وشلتها معاكم وقلت ان انا هغسلها دلوقتي. بقى ايه هغسلها، جبت شويه من المسحوق وحطيت عليه شويه من برضو الكلوريكس الالوان عشان خاطر لو في بقع. وحطيت برضو شويه كلور ابيض حبه صغيرين، لان الكلور الابيض بحس ان هو بيعقم لي الحاجه كده. هنا بقى دعكتها بالفرشه دي يا جماعه بتاعه المقشه دي، هي خشنه فنضيفه جدا يا جماعه، عامله بالظبط يا جماعه زي فرشه البلاط، ولكن هي الميزه بقى فيها ان انا ظهري مش بيوجعني، وبتديني نفس التاثير بتاع فرشه البلاط والله، لان هي الشعر بتاعها خشن، فما شاء الله جميله جدا. حطيت شويه من الصابون السائل برضو اللي انا كنت عاملاه معاكم، وان شاء الله هنزل لكم برضو طريقته في فيديو تاني. يعني احنا كل شويه بنعمل الحاجات بتاعتنا كل شهر وكده. المهم هنا بقى السجاده دلوقتي بخلصها، ببرمها كده او بتنيها. الحته اللي بخلصها غسيل ببرمها واتنيها، وبعد كده تشطيفها هيبقى سهل لانها خفيفه. هدلق عليها ميه كتير لغايه لما الميه تنزل شفافه. عايزه اقول لكم هو السجاد مش متوسخ بس عليه تراب، وانا مش بعرف انفضه بره، لان الناس والجيران بيكونوا حاطين دايما هدوم باستمرار وكده. فانا كل شويه بقى بقول هغسله وخلاص علشان خاطر يبقى نضيف. علشان زين انتوا عارفين سنه خطر،
فلو لقى اي حاجه على السجاده ممكن ياخد الاكل بتاعه بسكوته يرميها على السجاده، فبخاف عليه قوي. فكل شويه تلاقوني اغسل السجاد، امسك المكنسه وانضف المكان، لانه قبل كده جبت من بقه حاجات على الارض. قبل كده كان واخد البسكوت بتاعه لقيته حاطه على الارض وعمال ياكل فيه، فبخاف عليه جدا. ربنا يسترها يا رب على الاطفال كلها ويبارك فيهم. زي ما قلت لكم هي نظيفه، كل اللي فيها بس ده تراب يا جماعه. هنا بقى فرح كانت بتساعدني، عماله تمسح بالمساحه الميه وكده. قلت لها خلاص شكرا ليكي يا فرح انا هعمل. ادعوا لي بس كده والنبي ان انا اعمل الغساله، لان فعلا الجو برد وانا تعبت والله من الغسيل على ايدي. انا هفرجكم دلوقتي انا غاسله شويه هدوم حلوه على ايدي. المهم هنا بقى مسحت الارض ولسه هشطف يا جماعه السجاده، هفضل اشطف فيها كده حبه حلوين يعني. بصوا حتى هتشوفوا فرح هي عماله تعمل بالرشاش او البخاخ. بصوا انا نشرت السجاد الصبحيه، حبيت افرجكم عليه بالليل. بصوا انا هنا كنت غاسله كمان هدوم اهي بفرجكم عليها على المنشر الداخلي وعلى المنشر الخارجي كمان نشره. بالليل كانت ناشفه لان الجو هوا قوي يا جماعه، كنت حطاهم على المنشر كده كله فرداه. فالسجاده واللحاف بداوا ينشفوا، فاضل حته بس كده من تحت هتنشف. فانت كمان الجدعاني كده قبل الشتاء قبل ما الدنيا تمطر، لو عندك حاجه عايزه تتغسل اغسليها. بصوا ما شاء الله نضيف خالص، الولاد كانوا مبقعينه بجد كل شويه شوكولاته عصاير وكده. تعالوا بقى افرجكم عملنا غدا ايه النهارده. بصوا بقى النهارده هنعمل كشري اصفر. من المفترض ان الاكله دي اصلا تكون اكله اقتصاديه وكده، بس ما تفهموش ايه اللي حصل، الحاجه غليت غلاء رهيب، ربنا يعيننا يا رب ويرزقنا الخير. فانا جبت يا جماعه ازيد من نص كيلو عدس، جبته ب 30 جنيه. وجبت الرز دون الكيلو ب 30 جنيه. ويعني دي المشتريات اللي هي الايه اللي انا هعملها للغدا. ولسه هجيب بطاطس وهجيب طماطم وخيار عشان طبق السلطه. هبعت بقى سيف يجيب لي او ابوه يعني، هشوف كده واعمله بقى معاكم الغدا. بصوا الحلل دي مغسوله، انا هشيلها ادخلها دلوقتي في دولاب المطبخ. غسلت المواعين وزين نايم. زين صحى قعد يعيط جامد فسبتهم بقى هنا على البوتاجاز. المهم هنا بجهز بقى الكشري بتاعي، حطيت شويه من العدس على شويه من الرز. وعشان العدس والرز او الكشري بتاعك الاصفر ما يعجنش منك، ما تكتريش الميه وانت بتحطيه يستوي. يعني مثلا اعمليه اقل من عقد الرز، يعني الرز بنزود له ميه شويه عن الكشري. هنا بقى حطيته بعد ما قدحت الزيت، نزلت بالعدس الاصفر مع الرز. وبعد كده حمرت بقى معايا يا جماعه شويه من الفلفل، وجهزت طبق سلطه كده محترم حلو عشان نتغذى. وهعمل شويه بطاطس. وعايزه اقول لكم حاجه، البطاطس اللي هي الفاتحه دي يا جماعه بتبقى رائعه، اللي هي الرمليه دي بتبقى رائعه جدا جدا في التحمير لان النشا بتاعتها كتيره. هنا الكشري كان بدأ يخلص معايا هو خلاص، يعني دقيقتين واقفل عليه. وهنغرف بقى. حمرت البطاطس وسلقت البيض، والبيض برضو يا جماعه غالي، اشتريت النهارده 10 بيضات ب 46 جنيه، البيضه ب 4 جنيه و60 قرش. المهم بقى هنا هجيب البوله بتاعتي دي، وهعمل بقى الكشري كده بشكل كويس واحط البيض معاه عشان الولاد تاكل وتتبسط. وبجد برضو الاكله دي جميله، ويعني مش موفره خلاص، ما عادش في حاجه موفره، كله بقى غالي. بس احنا بنحب نغير ونعمل كل الاكلات الجميله دي. انا بحب قوي الكشري بجد يا جماعه، رائع واكله بتفتح النفس. ويا سلام عليها بقى لو معاها ايه، البيض المسلوق، طبق السلطه، البتنجان المخلل او المتحمر، انا بحبها جدا. هنا بقى حطيت الكشري هون معاه شويه بطاطس لكل واحد، وطبعا سايبه برضو طبق البطاطس، وحطيت البيض وادي الفلفل اللي احنا حمرناه وطبق السلطه. واكله جميله بجد يا جماعه، هتعجبكم قوي، جربوها. بصراحه يعني من اخف الاكلات اللي لقلبي واحسنها، يعني ما بتاخدش وقت اول حاجه في التسويه. يعني لو انت بتشتغلي او انت مثلا عايزه تخلصي اكلك بسرعه وعندك بيبي زي كده، الاكله دي سريعه جدا جدا. بصوا هنا برضو بفرجكم عليه كده من قريب، شكله جميل. هنروح بقى ناكل ونتغدى، وبعد كده نشوف بقى هنعمل ايه تاني. برضو هصور لكم برضو اللي انا هعمله ان شاء الله بالليل. اشوفكم على خير حبايبي واخواتي الغاليين. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله.